السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في البث المباشر من الملعب الكبير بأكادير الذي يحتضن لقاء قوي عن الجولة العشرين من الدوري الاحترافي إنوي. حسنية أكادير يواجه فريق الجيش الملكي، مباراة المتناقضين بين فريق باحث عن وضعية آمنة وسط الترتيب وفريق كيبحث عن صدارة الدوري الاحترافي. فريق حسنية أكادير صاحب الرتبة 11 على مستوى تقنية الفار أمين معطاوي ومصطفى أكركاد. أمامنا المدرب ميغيل دوس سانتوس الكسندر المدرب البرتغالي يفكر في اطوار هذه المواجهه. في الوقت كنتابعوا امين معطاوي ومصطفى اكركاد على مستوى تقنيه الفار وتقنيه الفيديو. لقاء الذهاب كان الجيش ملكي انتصر 3-0، كان على الجوله الخامسه. ربيع حليمات كسجل جوج الاهداف وانس باغ سجل هدف في الوقت الموسم الماضي. لقاء الذهاب الجيش ملكي انتصر بجوج الاهداف مقابل هدف واحد، ولقاء الاياب مره اخرى الجيش ملكي انتصر 3-0. وبالتالي السنوات الاخيره كنلقوا بان الجيش ملكي كيحقق انتصارات. امامنا الكسندر ميغيل دو سانتوس المدرب البرتغالي. نتابعوا المحاولة، لعبت الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تغطية دفاعية على مستوى الدفاع ديال فريق حسنية أكادير. كرة طويلة فقط عند رضا سليم على مستوى الجهة اليمنى، تمريرة من أيوب عيد خصو. الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي بواسطة اللاعب جلال الدين خفيف. جلال الدين خفية كان امام المرمى، تمريره ممتازه، كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي، تم استغلاله على نحو جيد، تمريره ممتازه امام المرمى امام الشباك، وهدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. تابعوا من جديد هذه المحاوله، لاحظوا التمريره تجاه لاعب محسن بوريغا الذي مرر لجلال الدين خفيف اللي كان اسرع من اللاعبين والمدافعين. هذه محاوله تمرير على مستوى الجيل من انطلاقه السرعه، البحث عن امكانيه العرضيه بالخطا يضع نوح محمد العابد الكره في شباك الحارس احمد رضا التاقناوتي. تمريره ممتازه على مستوى الجهه اليمنى في الوقت اللي حاول المدافع الموريتاني ابعاد الكره. امامنا نوح محمد العابد يضع الكره في الشباك، وهدف التعادل لفائده فريق حسنيه اكادير. تقريبا اقل من 3 ديال الدقائق تمكن فريق الحسنيه من ايجاد الحل. لاحظوا التمريره الممتازه على مستوى الجهه اليمنى. محاولة انطلاقة على مستوى الجهة اليسرى، كرة طويلة شيئا ما، استرجع كرة طرف فتح درف داخل وسط العمليات، يمرر فرصة تدخل أبعير، تدخل بدر الدين أبعير كيحرم فريق الجيش الملكي من تسجيل هدف ثاني. تقريبا انه كان هدف محقق لفائدة فريق الجيش الملكي في الوقت اللي الحكم الآن كيوقف اللعيبة. غنتابعوا من جديد هذه المحاولة، التدخل ديال بدر الدين أبعير وقت اللي يعتقد محسن بوريغا مازال سقف ارضيه الملعب. الحكم كيطلب من اللاعبين الهدوء. سنتابع من جديد هذه المحاوله، رضا سليم وتالق بدر الدين أبعير. اذا نتابعوا الخطا في الوقت اللي بدر الدين أبعير كيطلب اللاعبين ديال فريق حسنية أكادير ان يكون هناك حراسه فرديه على لاعبي فريق الجيش الملكي. صعود نوح محمد العابد ويونس عبد الحميد والراسيه، هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. من جديد جلال الدين خفيف في المكان المناسب في القائمة الثاني، يضع الكرة في الشباك. فريق الجيش الملكي مرة أخرى كياخذ تقدم في هذه المباراة. تابعنا التمريرة ممتازة في القائم الثاني، وبالتالي جلال الدين خفيف في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. استثمار هذه الكرة الثابتة، لعبت كرة من رضا سليم الرأسية وجلال الدين خفيف في المكان المناسب. محسن بوريغا هو اللي وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والمتابعة الممتازة لجلال الدين خفيف الذي يضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي كياخذ تقدم مرة أخرى. عبد الرحمن كساك لكن تدخل وابعاد الكره من طرف محسن بوريغا اللي كيرجع من اجل مسانده الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. سيلفا على مستوى الجهه اليمنى، ومحاوله سيلفا كابرال، سيلفا يسدد، هدف للبرتغالي بطريقه ممتازه، تسديده قويه يضع الكره في الشباك. سيلفا كابرال
بطريقه رائعه يسجل هدف التعادل في يد فريق حسنيه اكادير. العوده من جديد في نتيجه ديال هذه المباراه وفي هذه الجوله الاولى باثاره صراحه خاصه، فرحه كبيره للجماهير ديال فريق حسنيه اكادير بهدف يعني ولا اجمل ولا اروع صراحه لسيلفا كابرال اللي خدا الكره. لاحظوا الطريقه باش حصل الكره هنا يعني الثنائيه مع المهاجم بابا ايلو يسدد بكل قوه. ما تمكنش احمد رضا التناوت، واعتقد انه صعبه على يعني حراس المرمى، واعتقد انه الحكم غادي يعلن عن نهايه الشوط الاول بالفعل بالتعادل ايجابي 2 الاهداف لمثلهما في جوله كما قلت جوله كانت مثاليه، جوله اللي تابعنا فيها اهداف جميله صراحه باش نتابعوا 4 ديال الاهداف الشوط الاول، فهذه مهم جدا على المستوى الفرجاوي. لعبت كره طويله، خروج الحارس احمد رضا التقنوتي، احمد رضا التقنوتي بسرعه للعبيد يوسف عبد الحميد، جمال الشماخ من جديد اعاده تنفيذ الركنيه، حدراف كيلعب الكره في القائم الثاني، تدخل الحارس بدر الدين ابعير، الحكم كان خطا لفائده فريق حسنيه اكادير. امامنا الحارس بدر الدين ابعير، تدخل في الكره الاخيره، يسعى لتنفيذ هذا الخطا. بيت ابراهيم كيلعب كره دائريه، محاوله راسيه، بابا ايلو لن اقول بابا ايلو ضيع، ولكن ساقول احمد رضا التقنوتي والذي تالق في الكره الاخيره. محاوله ممتازه لفائده فريق حسنيه اكادير، كره دائريه، محاوله تدخل سيلفا، ضغط الان لفائده فريق الجيش الملكي. جمال الشماخ كاد انه يوضع الكره في شباك، تسديده قويه من جديد، تالق ديال الحارس بدر الدين ابعير. الحكم كيطلب من جديد تنفيذ الشرط من مكانه. جمال الشماخ، ربيع حريمات، احمد حمودان تمريره عند ربيع حريمات، الحكم كيعلن عن ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. العميد محمد ربيع حريمات هو الذي تمكن من اكيد الحصول على ضربة جزاء والحصول على الخطأ. هنا الخبرة، هنا التجربة. ربيع حريمات لا المراوغة، تدخل ديال جلال طشطاش، الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي. هناك الآن احتجاجات للاعبي فريق حسنية أكادير، يسعى لتنفيذ ضربة جزاء. ربيع حريمات، راح ربيع حريمات، وهدف ثالث، هدف ثالث لفائدة فريق الجيش الملكي بواسطة العميد محمد ربيع حريمات اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك، وإن كانت المتابعة للكرة من طرف الحارس بدر الدين أبعير، لكن الكرة كانت عرضية، تسدات بقوة وبالتالي عنقات الشباك. لاحظوا تسدات بكل قوة، وإن كان أبعير مشى في نفس المكان، مشى الكرة ولكن ما تمكنش من إبعادها. الفحلي يحاول يحتفظ بالكرة. حكم المباراة ينهي أطوار هذا اللقاء بانتصار فريق الجيش الملكي ب3 أهداف مقابل هدفين، أهداف كل من جلال الدين الخفيف سجل ثنائية، والعميد أمامنا محمد ربيع حريمات من نقطة الجزاء.